لماذا هذه المرأة الشقراء تختار رجلا داكن اللون؟ ولماذا الطويل يتزوج من قصيرة أو ربما العكس؟ ولماذا هذه الفتاة الكبيرة بالسن تأخذ شابا أو ربما العكس؟ تجارب عديدة في الحب نمر بها في حياتنا اليومية، فهل يا ترى مشاهدينا الكرام أن الحب أعمى صحيح؟ تعالوا معنا لنكتشف ذلك. يقول هل الحب أعمى؟ يعني أنت شو تقول بهاي؟ ايه الحقيقة عن تجربة سابقة هماتها. يعني مجرب هذا الشيء قبل؟ بالكلية خاصة، أنا بكلية الطب جامعة بابل، فمرات بهاي المرحلة. يعني شنو اللي يثبت أن الحب أعمى يعني أن الحب أعمى، شلون نقول مثلا ما يكون الاختيار حتى لو كان من غير ثقافتك، حتى لو كان الإنسان الثاني تحبه من غير ثقافتك، فما يمثلك أو ما يمثلك بأي صلة، أو حتى ما أخذ من عنده شلون رؤية مسبقة أو خلفية. الحب في بعض الأحيان يكون أعمى. يعني الحب هو شنو؟ هو فتشي يعني ترابط بين شخصين، يعني بين نقول الحبيبين. فتشي هو إحساس عبارة عن يعني مشاعر، تبادل مشاعر. يكون أعمى عندما يصل الحب لآخر مراحله، يعني للنهايات. هذا فتشي الحب، فتشي رائع. الحب أسمى من يعني اليوم إذا نتكلم عن الحب اليوم مفقود، لكن الحب كان في السابق شيء آخر، هو مقدس، يعني إلا شغلات كلش هواية. الحب صح أعمى بس فاشل، بس يعني فريد بأنواعه. أكو ولد يضحك على بنية، وأكو ولد يحبها من صدق. ويعني واحد قبل سنة ثاني رقمه هنا بالمنصور، أي وبقينا سنة أنا وياه. بشهر العاشر قال لي راح أجي أتقدم لك، وأني بقيت أنتظره، بس هو يعني كذب عليه وطلع خاطب، وظليت انتظره. ومن عرفت يعني هو خاطب انصدمت وصاحبت جيت وتأذيت وتألمت.